نرجع وياكم للحلقة 29. بعد ما حمدية وسعدي قرروا يروحون لبغداد حتى يجيبون الجنسية، يوصلون وينزلون يم بيت أبو محمد وياهم الجهار. وبينما هم داخلين وجاي يدخلون جنط السفر، بنفس اللحظة كريم يوصل للبيت حتى يطمنهم على محمد اللي تعرف عليه بالجبهة. وهنا تصير الصدمة الكبيرة، كريم يشوف حمدية قدامه وينصدم، وحمدية هم تنصدم وتشوف ماضيها رجع لها فجأة. اللحظة تكون ثقيلة جدا، سكوت، نظرات، خوف وتوتر رهيب. ومن جهة ثانية فريدة بعدها عايشة بين الفرح برجعة كريم والخوف عليه، وما تدري شنو اللي دا يصير وراه. بعد ما التقى كريم بحمدية وصاح عليها، وحمدية انصدمت من شافت قبالها، وسعدي مستغرب ما يعرف اللي جاي يصير. كريم يروح على حمدية ويركض ويحضنها، وسعدي باوع ومستغرب وبنفس الوقت يعصب لأن شخص غريب هنا يحضن حمدية. حمدية تباوع الكريم وتقول له: كريم انت صدق ما مصدق عيوني، متغير هواي. وكريم يقولها: وين رحتي وعفتيني كل هاي السنين، وين كنتي؟ حمدية تقول له: كريم انت ما رحت من بالي ولا لحظة ولا من عقلي، دائما افكر بيك. وكريم يقولها: شلون هان عليك تعوفيني شلون؟ حمدية تقول له: بعد ما اعوفك لو اموت، بس قل لي خالي ومرت خالي شلونهم؟ كريم يقولها: تعبوا، الحياة تعبتهم حيل. وهنا يدخل سعدي ويقولها: ولك حمدية هذا منين يعرفك؟ حمدية. ويروح الكريم ويقول له: انت منين تعرف مرتي؟ كريم يقول له: هاي اختي حمامة اللي صار سنين انتظرها وجه هذا اليوم. سعدي يقولها: حمامة انت منين لك اخ؟ وحمدية تقول له: كافي سعدي كافي، اريد اشبع من اخوي. سعدي يقولها: انت مو ما عندك اهل؟ وهنا سعدي يهجم على كريم ويقول له: ولك شنو انت اخوها؟ وكريم يحلف ويقول له: والله اني اخوها. حمدية تقول له: والله هذا اخويا، بيش تريد احلف لك؟ هنا ام محمد تجي وتصيح على حمدية وتقولها: ولك حمامة منو هذا الولد اللي جاي تحكين وياه قدام رجلك؟ حمدية تقولها: عمه. وتبتسم هنا حمدية وتقولها: هذا اخوي كريم. ام محمد ما تصدق وتقولها: النوب من شو وقت انت عندك اخ؟ حمدية تقولهم: حقكم ما تصدقون، هو اني ما مصدقه. ترجع حمدية وتفوت كريم للبيت. ام محمد تقولها: كل هاي السنين ما قلتي عندك اخ، هسه طلع عندك اخ واهل؟ ام محمد تطلب منها تسولف كل شيء وين كانت. حمدية تحلف وتقولهم: هذا اخوي. حمدية تسأل ام محمد وتقولها: من يوم اللي عرفتيني الله عليك اكو يوم سويت شيء غلط، طلع شيء مني غلط؟ وام محمد تقول: لا الله شاهد ما طلع منك اي شيء غلط. حمدية تكمل حكيها وتباوع السعدي وتحلفه بروح امه وابوه وتقول له: صار لنا قد من تزوجني، اكو يوم طلعت باب الحوش بدون ما تدري، واني ما احكي ويا اي احد بدون ما تدري. وتقول له: صحيح حكي؟ جاوب الله عليه. والسعدي يقول لها: لا طلعت حتى اني ما اعرف ومكذبه على بيت ابو محمد. حمدية تقول له: صح كذبت بس كنت مجبوره، المهم كريم يعرف اني تزوجتك على سنه الله ورسوله، واني ما مقطوعه من شجره ولا اني يتيمه، اني اهلي معروفين وسالوا عني. ام محمد تقولها: اذا اهلك معروفين ليش ما حكيتي؟ انت شنو مهزومه لو شنو بالضبط؟ حمدية تقولها: اني لا مهزومه ولا شيء. وهنا كريم يطلع جنسيته ويعطيها السعدي ويقول له: تاكد هاك. حمدية تقول السعدي: شفت لما قلت لك نروح لبغداد كنت انتظر فرصه اخذك واعرفك على اهلي. ام محمد تقولها: هسه افتهمنا هذا اخوي، ابوك وين؟ خالك، مرت خالك، عمامك وين؟ وشنو قصه بنتك شذا؟ كريم ينصدم ويباوع الحمدية. حمدية هنا ما تعرف شنو تجاوب وتقولهم: انا سالفتي انا وكريم طويله وراح اختصرها. بعد كل الضغط والاسئله حمدية تاخذ نفس عميق وتقرر تكشف الحقيقه كلها وتقعد تحكي والكل ساكت يسمع. تقولهم: امي ماتت واحنا صغار، وابويا عافنا ورمانا ببيت خالي، ومن ذاك اليوم لا سأل ولا رجع ولا قدر يجي حتى يشوفنا. وتكمل حمدية وتقولهم: خالي رجال فقير يشتغل بالمصدر، بس هو ومرته ربونا مثل اولادهم لان الله ما رزقهم بجهاد. وتقول: لما كبرت اجوا ناس يخطبوني، ناس ما اعرفهم بس زناقيل، ومرت خالي وخالي وافقوا بسرعه، ومرت خالي قالت لهم البنيه ما عندها جنسيه، وردوا عليها وقالوا لها ماكو مشكله نسوي عقد لحد ما تطلع الجنسيه. كانوا مستعجلين على الزواج، ما اعرف ليش، حتى بيت خالي كانوا مستعجلين لان شافوا بيت اهل الولد زناقيل. ثاني يوم قطعوا لي مهر، وبعد اسبوع تزوجت بدون ما يقولون بيت خالي انه اني مو بنتهم. وبعد شهرين بين علي الحمل، واني بدون قصد قلت لزوجي عن الحقيقه انه اني مو بنت فاضل ولا فريده، وهو عصب، ومن اجوا بيت خالي طردهم من البيت وانقطعت اخباري عن بيت خالي. وقبل لا اجيب بشهرين شفت امور غريبه ببيت رجلي، وبعدها قاموا ما يطلعون من البيت وقاموا يحجون بصوت ناصي على مود اني ما اسمع بدون سبب. وفد يوم اجاني جده لرجلي وقال لي ممكن باي لحظه يجون الامن وياخذونه،
روحه، وانت لا تحكين اي شيء لهم، وقولي انت خدامه على مود ما تنسجنين وتتبهذلين بالسجون. نسيت اقلكم رجلي هذاك هم اسمه سعدي، وبنص الليل صار عندي ولاده، وهنا اهل رجلي ورجلي اخذوني للمستشفى، والصبح سعدي اللي هو رجلي قرر يروح يجيب الجنسيه، وبعدها كلهم راحوا واختفوا. طلعت من المستشفى ورحت لبيتهم، شفت بيتهم قافلين الامن وحاطين عليه شمع، ووراها رحت البيت ابو عثمان جيرانهم، وهناك عرفت انه الامن اخذوهم، وبعدها بقيت يمهم 20 يوم لحد ما صرت زينه، وبعدها انجبرت اطلع من عندهم لان ابنهم ضابط، وابو عثمان يخاف علي ويخاف على ابنه. ولما طلعت كنت ناوي اروح البيت خالي، بس خفت ارجع لهم، ووراها رب العالمين جاب لي ام محمد، وهنا هي قررت توديني لبيتهم، وصار اللي صار. هنا الخالي يجي الفريده ويقلها انت الذبيحه راح توزعينها كلها ما تبقي لنا شيء. طبعا هاي الذبيحه ذبحها صاحب القهوه اللي يشتغل وياه الخال فاضل. فريده ترد على الخال وتقول له لا ما اريد اي شيء، وزعها كلها على الفقراء والمساكين، وهاي بسلامه ابني. وتقول له يا هو غير كرومي، لو عندي فلوس كان ذبحت 20 ذبيحه، غير هو روحي وابني. نرجع الحمديه وسعدي، وام محمد هنا تقول لهم سالفتك ما تطمن، بس يلا خلي اقوم اصب لكم غدا لان ابو محمد مسافر للبصره. وهنا كريم يقرر يروح ويقول لهم اجيكم العصر واجيب خالي ومرت خالي. واثناء ما يريد يطلع كريم يتقدم كريم ويبوس راس سعدي ويقول له انا اترخص عمي وراح اجيب لك عمامي كلهم على مود تعرف انه مرتك ما مقطوعه من شجره. حمديه تودع كريم وتوصيه يجيها وما يعوفها. طلع كريم ويدعي ويقول الحمد لله والشكر رجعت لي اختي. واثناء ما ام محمد قاعد تصب الغداء ويا حمديه تقولها والله عندك فنون، شلون قدرت تضمين علينا كل هاي السنين؟ حمديه تقولها شو اسوي غير من ضيمي، غير لو حاجه الصدق كان شمرتوني بالشارع. ام محمد تقولها ولك شلون يعني؟ طلعت السالفه الجندي وعباس كلها كذب بكذب، وابو محمد كان شاك بيقول لي هاي حمديه لا تطلع سالفتها سالفه، وانا اقول له هي يتيمه هي وبنتها، وطلعت لا يتيمه ولا شيء، يمه مني، منين لك هالفنون منين جبتيهن؟ حمديه توصي ام محمد على مود تهدي سعدي وما يعصب. ام محمد تقولها كافه تلغين، هسه الرجال كتل الجوع. ام محمد هنا جاي تصب الغداء وتطلب من سعدي يتفضل على الاكل، بس سعدي قاعد وساكت وما يتنفس، وام محمد تحلفه وتقول له اذا ما تجي تاكل ولا امد ايدي واكل. سعدي يهز براسه ويقولها والله يا ام محمد بعد الكذب اللي سمعته من حمامه مالي نفس للاكل. ام محمد تقول له انا حلفت اذا ما تجي تاكل ما راح اكل. سعدي يقوم وياكل ويقولها هاي على مودي. واثناء ما جاي يتغدون ام محمد تقول السعدي حمديه غلطت، بس انت خو ما تظل زعلان منها وهي عندها طفل منك، واذا طلقتها بعد ما حد ينطيك مره. والسعدي هنا يخاف. ام محمد تقول له هاي حمامه ما مقصره وياك ولا ويا جهالك، وحمامه خوش حمامه. ام محمد بعدها تطلب من حمامه تقولها قومي بوس راس رجلك وراضي، ترى السعدي خوش سعدي ورده مال الله. حمديه تبوس راسه ويقولها قعدي هسه كون انزع العقال وقطعه فوق راسك. وحمديه تضحك وتقول له فدوه اروح الك ولعقالك، سعدي ورده مال الله. هنا الخال يوزع الذبيحه اللي ذبحوها على الناس الفقراء ويقول لهم هذا بمناسبه رجوع ابني من الحرب. بس يا ناس حمديه شلون لقيت هيج قصه رغم اني اعرف ماضيها وصدقتها؟ انتم هم صدقتوها؟ عجيب ايش قدم لعبه حمديه. صدق لو قال ابو محمد هاي سالفتها السالفه. كريم يرجع للبيت وفريده تقول له كل شيء وزعته برجوعك، وكريم يقولها ايه احسن خلي الفقير ياكل بمناسبه رجوعي. كريم يقولها يمه اذا هيج رجعت وهيج فرحتي لو حمديه رجعت هم راح تفرحين هيج؟ فريده تصفن وتقول هي غير لو ترجع شريد من الدنيا بعد، يعني هيج ابني وبنتي يرجعوا لي. وتقول فريده بس اشوفها وبعدها حتى لو اموت عادي، لو تدري بالنار اللي بقلبي عليها. كريم يقولها اذا شفتي حمديه قدامك شو تسوين؟ فريده تصرخ بوجهه وتقول له يمه كروم ايش بيك اليوم شنو سمعت عنها شيء؟ كريم يقولها لا ما سمعت شيء بس شفتها. وفريده تصيح يمه وين شفتها؟ وكريم يحلف يقولها والله شفتها وكل هالسنين الطويله وهي يمنا واحنا ما ندري. فريده تفرح وتقول معقوله جهال اثنينهم رجعوا لي؟ والله ما اصدق يمه قلبي راح يوقف. كروم الصدق تحكي؟ هنا فريده تقول له يلا قوم خلي نروح نشوفه. وكريم يقولها انا قلت لهم العصر نجيهم. وهنا فريده تقول له هسه الدنيا عصر اخذني يا يمه اريد اشوف حمامه قلبي راح يوقف. وبهالاثناء يجي الخال فاضل ويقول لهم شنو وين نروح؟ ويقول للفريده ايش بيك جاي تبكين شكو الصاير؟ فريده تضحك وتقول له لقيناها فاضل لقيناها الحمديه. وكريم يقول له ايه لقيتها وكد لهم العصر راح نجيكم. الخال فاضل هنا يعصب ويقول للكريم شو تحكي ولا كانه اختك مسويه شيء
شي، هاي شلتها من الدنيا وربيتها بماي عيني، تالي متالي عافتنا وراحت. الواحد غريب، شلون تريدني اني وشلون تريدوني اسامحها؟ رد الخال هنا مزلزل. فريدة تدخل وتقول له عيني فاضل، الله رجع لنا حمدية على مود الطيب جروحنا مو على مود تزيدها. انا يقعد ويقول ليش حمدية خليتيني امشي ومدنق راسي حتى لا احد يعرف بسالفتك؟ فريدة تقول له الله يخليك سامحها وكافي اللي صار بينا يا عيني، ونعيش باقي عمرنا ويا جهالنا. كريم يقعد ويقول له خالي ما انسى فضلك عليه، بس هاي حمدية قطعة مني ما اريد اضيعها بعد ما لقيتها. سعدي هنا يجي الحمدية ويقولها ايه عمي ايه اكو ناس صار عندهم اهل، ويقولها اخاف باكر عقبه اصير عصبي وترحين تشتكين علي يم اهلي. حمدية تقول له ايه زين خاف مني من ناوغاد. سعدي يقولها ايه والله اخاف منك من ناوغاد، لا انا مريتي وكل شيء يصير بيناتنا نحله هنا. سعدي هالمره صدق صار ورده مال الله. هنا يجون الخال وفريده وكريم وام محمد ترحب بيهم وتقول لهم اكيد انتوا اهل حمامه، ويجاوبونها ويقولوا لها ايه. والخال فاضل يسال على حمديه وام محمد تقول له زوجها اخذها وراح. وفريده تقول له شلون تروح مو قالت تنتظرنا؟ ام محمد تقول لها ايه صح بس زوجها رفض واخذها يريدكم تجون هناك يتعرف عليكم. الخال فاضل يضوج ويقوم ويقول لها عود نشوفها غير وقت احنا نترخص. ام محمد تشلب بيهم وتقول لهم اني اريد اتعرف عليكم، اتعرف على اهل حمديه. عاد هي شلون حمديه تتخلى عجره، وفريده تشكرها لان اهتمت بحمديه. وبعدها بيوم حمديه جاي تسوي اكل. حمديه تشكر رب العالمين لان اهلها رجعوا لها وصار لها 4 جهال، وتقول اعرف اني غلطت يا ربي بس انا هم دفعت ثمن هاي الغلطه. فجاه يندق الباب وتروح حمديه وتفتح الباب ويطلعون الخال وفريده وكريم. وهنا اللقاء اللي طال سنين يتحقق هسه والكل مصدوم من حمديه الفريده للخال الكريم. وهنا تنتهي الحلقه 29 من مسلسل حمديه.